لو فاكرة إن الصيام المتقطع واللو كارب دايت هو بس علاج مقاومة الأنسولين يبقى للأسف غلطانة. ركزي معايا كويس قوي في الفيديو ده لأنه حرفيا هيكون روشتة مقاومة الأنسولين في كل حاجة انت محتاجة تعرفيها وتعمليها. أول حاجة محتاجة تعرفيها إن تحليل الهوما اي ار مش كفاية إن احنا نشخص بيه مقاومة الأنسولين، في تحاليل تانية كتير أهم زي تحليل الانسولين فاستنج اللي بيدينا صورة أوضح عن حالة البنكرياس. والنقطة التانية المهمة هي إن الصيام المتقطع واللو كارب دايت فعلا كويسين، بس الفكرة ان انا قبل ما ابدأ نوع دايت من دول لازم اسأل نفسي سؤالين مهمين: انا جسمي يستحمل نوع الدايت ده ولا لا، ويقدر يستمر عليه ولا لا، لان الاستمرارية اهم من نوع الدايت اللي انا بعمله. فلازم اكون قادرة اعمل نوع الدايت ده ومستعدة ليه صحيا ونفسيا. وكمان لازم نبدأ علاج في باقي المشاكل الصحية التانية، زي لو انا عندي دهون الثلاثية عالية، عندي الكوليسترول عالي، عندي انيميا، نقص فيتامين د، اي مشكلة تانية عندي لازم ان انا ابتدي علاج فيها، لان كل ده بيأثر على مقاومة الأنسولين أو سرعة الوصول للنتيجة. وكمان بنركز على مواعيد الأكل وكمية الأكل وتوزيع الأكل على مدار اليوم وشرب المية وكمان الرياضة والحركة. وده مش معناه خالص إن أنت محتاجة تصومي 18 ساعة يوميا أو تمنعي الأكل بعد المغرب أو إن إحنا نمشي ورا أي ترند إحنا سمعناه على السوشيال ميديا خالص. خلي بالك، علاج مقاومة الأنسولين مش إن أنا بمشي على دواء معين وخلاص أو نظام دايت والسلام، لأ، دي تفاصيل كتيرة قوي بحتاج إن أنا أنظمها مع بعض بالطريقة المناسبة ليا وعلى حسب حالتي. بس كده، انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. احكوا لي تجاربكم مع مقاومه الانسولين وقولوا لنا ايه الحاجات اللي جربتوها وجابت معاكم نتيجه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.